صباح الخير. معكم رامي التيماني أحد داعم حملة بدنا نصيف بلبنان. بتمنى عليكم تدعمونا من خلال لايك أو جوين للصفحة فلايت أور فايت على الفيسبوك. اليوم الصبح ببلش نهاري إنه بدي أحجز تيكت على لبنان آخر الشهر، اللي هو من 30 جون ل 2 of جولاي ل 2 جولاي. بتفاجأ بالأسعار اللي شفتها وراح تشوفون بالفيديو اللي راح يطلع هيدا الفيديو. أتمنى عليكم تدعموا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي Flight or Fight، أو بنحط هيدا اللينك اللي فوق www.facebook.com/flightorfight/. حبيت هلا بالصدفة فايت عم بحجز من تاريخ 30 جون لأني مضطر ل 2 of جولاي. وبلاقي انه سعر الميدل ايست 188 دينار. طبعا 188 دينار يعني تقريبا 616 دولار تيكت، ساعتين ونص طيران من الكويت على لبنان. إذا منفوت لحتى نشوف التيكتس لحتى نحجز يعني أو لحتى نختار دي تايم، طبعا الصبح لحتى توصل بعد الظهر يمكن تكسب يوم الجمعة شوي. بتتفاجأ إنه تطلع الأسعار لل 225 دينار. يعني تذكرة من الكويت على لبنان بتكلفني 740 دولار. لحتى نسافر على 188 الطيارة بتطير 21:15 بتوصل 23، طبعا بتوصل الساعة 11 ونص و5، يعني يلا تلحق تنام. بهو 616. رح نلجأ لطيران التاني اللي هو طيران دولة الكويت فرايداي 30 جون ل جولاي 2. بنتفاجأ انه سعر التيكت 108.3 يا جماعة. مو بدي اطول عليكم، 355 دولار. يعني فرقت عن الميدل ايست 260 دولار. مش كتير، مش كتير. منروح على طيران الجزيرة، طيران تاني بالكويت كمان من 30 جون ل 2 of جولاي. تطلع لنا تيكت ب 98.2 يعني 322 دولار. يعني فرق عن الميدل ايست 300 دولار الا شوي، 294 دولار. وبقول لك في منافسة، وبقول لك انه الحياة حلوة وعم بيساعدونا وبدهم ايانا ننزل على لبنان. لا، هيك تذاكر ما بتخلينا ننزل على لبنان، هيك تذاكر ما بتخلينا نحلم ننزل على ميدل ايست على لبنان. ايش معنى انه انتو يوم الجمعة مثل ما مبين هون قدامنا بدك تبيعني التيكت ب 225 دينار اذا بدي يطير الصبح، واذا بدي يطير بالليل بدي يطير على 188. اما الخميس لانه ما في يسافر فيه طبعا عندي دوام 133، يعني كمان فرقت 50 دينار، يعني 200 دولار الا شوي. اما اذا بدي اسافر يوم الثلاثاء ب 88، معناته هيدا بطلت اسعار عادية، صارت اسعار مجحفة. يعني هون بسافر 290 دولار وهونيك بسافر 616 دولار. اين انت يا ميدل ايست؟ نحن ما بدنا نقاطعك، نحن بدنا اياك تساعدينا انه ننزل نصيف بلبنان نحن واهلنا. ويعطيكم الف عافية.